اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بالف خير. اول حاجه كده نصلي على النبي ونزين النبي صلاه، ومننساش اللايك وكومنت حلو منكم كده. النهارده بقى كان السوق، عندنا السوق يوم الاحد. جبت كيلو بوري كده 3 حبايات، الكيلو 3 حبايات كبار. قلت بقى ايه نعمله للفسيخ، انا بصن كده كل اسبوعين او 3، واقوم رايحه جايبه 3 حبايات عاملاهم، يعني ان احنا ما باكلوش على طول، بحيث ان انا ايه يعني نفسي ما تجزعش منه وكده. جبتهم بقى، حطيت دماغ السمكيه اللي تحت كده عشان ما يخشش فيها ميه، ولا تبقى وحشه ولا حاجه، ولا يجرى لها اي حاجه من التخليل. لا بنشف بقى ولا بجيف ولا بنفخ ولا اي حاجه. غسلت راسه لتحت كده بميه دافيه وطلعت اللي فيه، وكان نخشوش احمر اصلا مفيش في حاجه. كسرت فيه عظمه زي ما انتوا شايفينه كده اهو، من عند السلسله لحد ده بكسر عظم السمكيه اهو. زي كأنك بتعملي لها مساج كده اهو، كسرتها خالص خليتها لينه ببعضها. هما 3 ما شاء الله. عايزه تجيبي بور وتاكلي منه لحم وتعملي فسيخ، لازم تجيبي البروية الكبيره وتطرها كده عشان تبقي تاخدي من قلبها لحم وكده. انا بقى جبت التلاتة دمت كانوا عاملين كيلو، الكيلو ب140. في بقى من اللي هو الرفيع التاني كان ارخص بقى، بس ما بقاش حلو في الفسيخ، بمنديل كده وهمسح النخاشيش انشفها خالص. لا انا بسيبه بقى يصفي ميته ولا يتنفخ ولا اي حاجه. وطب في الصيف دوت تاكله بعد كام يوم، انا بفتح عليه بعد 4 ايام بالكتير او 5 ايام. لو الجو حر قوي 3 ايام في الرابع بكون فاتحه عليه. طب ما بقاش في دم؟ لا ما بقاش في دم، بقى مستوي ولحمه دايب وطعمه جميل. مسحت بقى النخشوش كده وعملته بالمنديل، ودلكته بقى زي ما انا وريتلكوا كده ال3. هبدأ بقى اجيب ايه الكيس بقى عشان نعمله مع بعض. هنا عندي ملح من اللي هو الخشن، مش ملح ناعم، وعندي شوية شطة حمرا، شوية شطة حمرا كده حاميين اهو، اقلبهم في بعضهم بقى، واحط عليهم شوية زيت عشان يبقى ايه زيته عم نزل سمنة كده وحاجة سايحة كده. من جربي بقى بطريقتي كده وانت ان شاء الله مش هتندم. اه حطيت شوية زيت بقى على الحاجة ديت واقلبها تاني، لما الزيت يمسك في بعضه في قلب الملح كده يبقى الملح والشطة مزيتين كده. اللهم بارك، لو عملت الفسيخ بالطريقة ديت والله ما عدت هتشتري من بره تاني. لان طبعا من الناس اللي عارفاني بعمل كميات وببيع وكده، الناس اللي عارفين ان انا بعمل كميات وببيع وكده اهو. خلطتها ببعضها بقى، وبمسك السمكة عاملة نخشوشها قوي عشان ما تعفنش مني ولا تطلع دلع اهو. شفت بكتب نخشوشها ازاي؟ وفتحت بقها وحطيت في بقها برضك من قدام كده شوية اهو. بقى بعمل لها مساج من بره كده بقى بايه بالزيت والشطة والملح. املي النخاشيش قوي ومشي عليها الملح بالشطة بتاع كده، دعكلها جسمها من بره كده. لا اله الا انت سبحانك. كده بقى ايه، واحط بقيه طب الملح ده مش هيبقى كتير؟ لا مش هيبقى كتير، لانك بتفتحي عليه في الحر ده بعد 4 ايام، فمبلحقش يكون شرب الماء. الكلام ده لو هو في الشتاء وتقعداه 10 ايام، فهقولك الملح كده هيبقى ايه، الملح كده هيبقى كتير وهيخليه معاكي حاد. انما هو الصيف يعني ملح عشان ما يبوش منك ولا حاجة. هنا كنت نسيت بقى وقمت رايحه حاطه فتحه تاني، وحاطه نقطه زيت على الوش كده. اكياس بقى، اكياس كتير 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 عشان الريحه بقى. ننضف بقى الرخام عشان اعرف احط ايه الاكياس. شفت بقى عدوا بقى الاكياس، هو في عايز اكياس كتير كتير عشان بقى الريحه وكده. هو اساسا بدل حلو ونضيف ونخششه نضيف، وانت عاملاه حلو في البيت مش هيطلع ريحه. سيبك بقى من عك المحلات اللي بيحطوا بعفنته وبتونه وقرفه دوت. والله العظيم يا جماعه من زمان حصلت، وقلت لبابا يجيب لنا من محل كبير من نبارو، كنت انا مكسله اعمل وجبناه استغفر الله العظيم يا رب على نخششه من جوه. هنا بقى عندي بكره استريتش اهيت، هفكها كده وهبدأ بقى ايه الفه في الاسترتش. انا على طول بعمله بالبلاستر الكبير اللي هو السولوتيب الكبير دوت، بس ما لقيتش البكره فقلت بقى هلف في استرتش وخلاص. غلبني شويه بس يعني في الاخر طلعت بنتيجه يعني. بكره استرتش زي دي بقى ولفها خالص خالص كده، لازم تكمريه كده عشان يستوي معاك على طول. وبقى بتقلبيه كل ما تعدي من عليه كل يوم، تقلبيه على الجنب التاني لحد ما تفتحي عليه.
شوف كنت عماله الف شمال ويمين واطلع فوق عشان ابرم، تبرمومي لفه كده، لفه جاتوهات. قعدت احاول بقى، اخر ما زيت قطعت لحد كده بقى، عصلجت معايا فقمت رايحه قطع لحد كده. ما تقعديش تقرفينا بقى، قمت رايحه قطعاه كيسين بقى سمر كده ولا 3، وبرضك اقوم حاطه في قلبه كده لفه كده في قلبه. هنا بقى حطيته في اكياس سمر هو بقى، وعندي علبه بغطاها كبيره كده، اقوم حاطاها بغطاها كبيره عليها كده، واقوم رايحه ايه قافله عليه في قلب العلبه دي، وكل يوم قاعده افتح عليه قاعده افتح، هو كده مش هيصرف مني ميه بقى في قلب الكيس، مش هيجيب ميه بره. لما بقى حاجه عشان طبعا الخمس زفرت شويه بريل كده حلوين، وهبدا ادعكها بقى بايه بالسلك، امسحها بقى بالمساحه خالص كده بتاعت الرخامه، عشان بس ايه الزفاره ولو حاجه نزلت او كده. واغسل بقى الطبقين دول، وان شاء الله كده افتح، انا هفتح عليه معاكم برضه لما اجي افتح عليه عفوا هفتح عليه معاكم. نغسل بقى الطبقين كده ونروح لحد مكان ما خلصنا، ونغسل بقى البوتاجاز برضه لان البوتاجاز كنت عامله عليه فشار للعيال وكده، وكان مكانه وسخ، فنديله تلميعه على السريع كده ان شاء الله. وعايزه غساله غسله محترمه لان بقالي فتره ما مدتش ايدي فيه، عايزه اعمله فيديو مخصص لوحده في يوم كده نغسله ونحميه من جوه من بره وكله ان شاء الله يعني. كده بقى غسلنا مكان الزفاره خالص، ولما اعمل حوض بقى ريحته حلوه كده عشان يبقى نضيف. دي فتره نضيفه غير الوسخه التانيه هناك اهي. العلبه بتاعت الفوط ديت ما شاء الله بتغسليها وتستعمليها وتتحول منها منديل بمنديل كده، بتبقى حلوه. دي بقى جبتها قد ما هي ديت قطع اسود بريل واغسلها. يا الله يا كريم يا رب. هنا بقى خلصت المطبخ اهوت، هروح بقى نقلها على البوتاجاز نغسل البوتاجاز. هنا بقى جيت على البوتاجاز اهوت، اشتلت الحوامل بتاعته وهبدأ بقى ايه اغسله. حطيت عليه شوية مية واجيب السلكة عليها ايه الصابون اللي انا كنت عاملة معاكم. الصابون ده بيلمع الاستانلس جدا وبينضف عين البوتاجاز وبيطلع اي بقعة اي حاجة في قلب البوتاجاز اهو. شفت مشيتها بس على السلكة هنا كان مكان هبابه وبتاع. هتشوفوا ام السلكة، شوفوا بقى، شفتوا العين عملت ازاي بالهباب اللي كان عليها اهو. هعمل فيديو بقى معاكم ان شاء الله لعيون البوتاجاز وكله جوه. ما شاء الله الصابون ده جميل. بفوطة بقى كده وهمسح. هتشوفوا شفتوا لمعة السلستين بتاع البوتاجاز والله العظيم بالصابون. هنا بقى خلاص اهو هركب العين مكانها واتمسح وكل حاجة. هرجع بقى الحوامل مكانها. العين كانت معصلجة. شفتوا السلستين لمعته عاملة ازاي؟ مفيش كلام بعد كده. طبعا ايه نقطع انسايه نبل رقنا عشان ننهي الفيديو بقى، عشان اليوم النهارده كان ايه طويل. انا بقى كان عندي انساه في التلاجة، جبتها اغسل ايدي الاول مكان الزفارة وكده برضو والصابون، واقطعها بقى ايه في الكيس كده يا الله.
تسرحيش بقى، وحط لايك حلو كده منك، وصلي على النبي في الكومنتات كده، وقولي لي بتتابعيني منين. انا كان احمد ابني واقف معايا كنت بكلمه. قطعها بقى مكعبات كده، وخلاص نروح ناكل بقى. كان نفسي اعمل كوبايه قهوه بس ما قدرتش اقف، والله تعبت بقى. حتى حته الاناناس فقر جيت اكلها وقعت. الخمر نضيفه بقى.